بلاغ جديد وعاجل من رئاسة الحكومة عن الزيادة في الأجور والضرائب ونقاشات أخرى. قبل التفاصيل كما العادة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لكي تتوصلوا بالجديد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ذكر البلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس يتدارس في بدايتها 4 مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخل لهم الحق في الرخص للمرض المتوسط والطويل، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بشأن تحديد شروط لمنح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط التدريب للتكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الإطار التابعة للوزارة التربية الوطنية. ويتعلق المشروع للمرسوم الثالث يضيف المصدر ذاته بتحديد المبالغ لحد الأدنى القانوني للأجر في الناشطات الفلاحية وغير الفلاحية، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. واستقبل المجلس إثر ذلك إلى دراسات اتفاقية ما بين المملكة المغربية وجمهورية تشاد لتجنب الازدواج الضريبي لمنع تهرب الضريبي من ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بالدخل في 14 غشت 2024. تلبيها اتفاقية لضمان اجتماعي ما بين الحكومة والمملكة المغربية والحكومة الجمهورية الكورية الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024 مع مشروعين قانونيين يوافق بموجبها على اتفاقيتين المذكورتين. ويختم المجلس أشغاله بدراسات مقترحات تعيين في مناصب العليا طبق الأحكام الفصل 92 من الدستور قبل أن يعقد اجتماعا خاص بدراسة بعض مقترحات القوانين.